تونس لايكية وتقعد طول عمرها لايكية. تونس لايكية وتقعد طول عمرها لايكية. أنا يهودية تونسية جيت ندافع على حقي. أنا يهودية تونسية جيت ندافع على حقي. من الدولة تتبنى هذايا معناتها نظام حكم، لازم يكون نظام حكم فصل الدين عن الدولة. معناتها حياتي اليومية ما سيرهنيش الدين. يا خويا القرآن خليه في داري أنا نستجيب لقوانين البلاد اللي هي قوانين الوضعية. جاءت مطالب من بعض الأطراف لتخصيص قاعات صلاة في المدارس والمعاهد. أريد أن أقول هنا أننا أولا في حاجة إلى القاعات للدراسة. يوجد نقص في القاعات للدراسة. لا يمكن إذن نخصص قاعات. يتعلق بالنقاب على الطريقة الأفغانية هذا مرفوض. هذا مرفوض ويجب أن يكون هذا واضحا رفضا باتا. لا علاقة بهذا الزيد بالإسلام لأنه قريب ولا بعيد. ثانيا لا تعرف أي العفاريت يختفي تحت هذا الزيد. يتعلق بالنقاب على الطريقة الأفغانية هذا مرفوض. هذا مرفوض ويجب أن يكون هذا واضحا رفضا باتا. علاقة بهذا الزيد بالإسلام لأنه قريب ولا بعيد. ثانيا لا تعرف أي العفاريت يختفي تحت هذا الزيد. يتعلق بالنقاب على الطريقة الأفغانية هذا مرفوض. هذا مرفوض ويجب أن يكون هذا واضحا رفضا باتا. أنا يهودية تونسية جيت ندافع على حقي. أنا يهودية تونسية جيت ندافع على حقي. وجهت إسرائيل مثل هذه الدعوة. إذا نظرنا نجد أن عدد الجالية اليهودية في تونس لا تفوق 1600 شخص، والشباب ليس يعني العنصر الكبير في هذه الجالية. إذا لماذا إسرائيل تهتم ب 1600 شخص؟ طب يا معاوية كان يصوم رمضان، راهو مش معقول زاد الكلام هذا. إذا كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن وحقوق المرأة والنظام الصحي يعني كل ما هو شيء جيد، نقوموا احنا اليوم خلي الاخر اونجيت لو بيبي افيك لو دو بان. مش معقول هذا زاد. شنو تحبنا نقريو الخلافه الاسلاميه والاسلام هو الحل؟ معناها هذا تحبنا نقريو او ما عادش نعوموا نقريو الثوره البولشيفيه ما نقريوهاش. هذيك ثقافه عامه لازم منها. عقوقتك تو ما عادش يصوموا رمضان خاطر معاويه الطاغيه كان يصوم رمضان. معاويه الطاغيه كان يصوم رمضان. عندي رسالة أكدوا عليها المثقفين وأهل الفن باش نبلغها لهم. نعم. اليوم الفنانين يستغيثون، حاولوا باش يمشيوا يفرهدوا الناس اللي خارجين من ليبيا، منعوهم. عليق التصوير حرام، المسرح حرام، السينما حرام، النشيد الوطني كفر، وربما غضبة الإذاعة والتلفزة حرام. المثقفين والفنانين. النص القرآني هنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الغاسقات في الوقت، من شر النفاثات في العقد، من شر الغاسقات في الوقت. عسلامة برنامج مسيحي يعنى بقضايا المسيحيين في تونس وشمال افريقيا والعالم العربي. برنامج اساسا محوره السيد المسيح. معكم اليوم عماد دبور، بسمة دبور جاب الله، رياض جاب الله. عائلة مسيحية. وين ولدكم؟ وانت مش موجود معانا لانه قاعد. قديش عمره؟ عمره 4 سنين ونص. اسمه ايليا. يعني عندكم حوالي 6 سنوات من الزواج تقريبا. وانتم يعني مسيحيين من تونس وتزوجتوا زواج كنسي ايضا؟ زواج احنا بالاساس مشنا مسيحيين لكن ولينا مسيحيين. زواجنا كان زواجنا في تونس زواج كنسي. نحن موجودين كمسيحيين دليل على أن المسيحية حية وتولد وقاعدة تزيد وستزيد إلى أن يغث الله الأرض وما عليه. قاعدة تزيد وستزيد إلى أن يغث الله الأرض وما عليه. Heute schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feiertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Moden getan ist. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Riegel weicht. الطايا والجاهد
اسفار كوليجين طول اسفار كوليجين طول ده مش تبت زي نبول انا نقولدن بشرقاب اسفار كوليجين طول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله مؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.